الله يجزيكي الخير. أنا بحب أدرس بس وقت أجي أدرس ما بعرف شو بصير لي، بمل وبيأس وبتعب ولا حالي صعبة. شو تنصحيني وكيف أقوي اللغة عندي مشان أقدر أفهم عليهم؟ أغلب العالم اللي عم بتعاني من اللغة هي إنه في شغلة ما عم بتحطها ببالها، إنه اللي بيتعلم اللغة شيء وبيدرسها بالمدرسة غير اللي بيمارسها بالحياة العملية. مثل اللغة العربية تماما، اللغة العربية الفصحى نحن بناخدها بالمدرسة، بنفهم قواعد كذا، بس نحن ما بنستعملها بالحياة العملية. يعني مشان هيك نحن بنتعذب باللغة، لأنه نحن عم ندرسها قواعديا. فمشان هيك في آب أنا بنصحكم فيه. هذا الآب اليوم حاولت كتير استفسر عنه، اسمه هالو تولك. هو كوستن لوز، وهو في كذا لغة، مو بس اللغة الألمانية، في من الإنجليزي، في الإيطالي، الإسباني والفرنسي، وكمان لغات تانية. فيكن تنزلوه عنكم. شو بيختلف هذا الآب عن باقي البرامج التانية؟ إنه هاد بتتواصلوا مع الشخص في 3 شغلات. هن منجي مثلا للكتابة، فرضا تواصلتوا معه، عملتوا تشات معه وكتبتوا، حيبعت تصحيح إذا في غلط بالكتابة. وكمان فيكم تكبسوا على شيء موجود، مثل إنه تسمعوا الحكي المكتوب، تسمعوا تشوفوا كيف بينقرأ. الشغلة الثالثة اللي هي فيها كمان مترجم. هدول الشغلات بتقوي لكم القراءة تبعكم وبتخليكم تتشجعوا انه تحكوا، لانه انتوا عم تتواصلوا. يعني صحيح معكم وقت تفكروا وتكتبوا، بس هي كمان تدريب لإلكم انتوا. يعني اللي بيتدرب عن طريق المراسلات كمان مع اشخاص بيتقوى كمان عن طريق الحكي. اول شيء بيكون هو طبعا بطيء بالمراسلات، لانه عم بيفكر بالجملة كيف بدها تنكتب، كيف بدي اكتبها انا. بس بعدين بتصير أسئلة مثلا هو بيطرحها أو بيجاوب عليها، بتصير بديهية عنده، فبيصير هو بيمارسها بالحياة العادية. يعني وقت بيحكي بتواصل مع. يعني انتوا بهذا التطبيق مالكم خسرانين شيء انكم تنزلوه وتشوفوا، ممكن يعجبكم. لانه اهم الشغلات اللي لازم تعرفوها عن اللغة انه لازم تدرسوها وانتوا حابين تدرسوها. يعني مثل نحن انجبرنا انه ندرس هي اللغة لأنه جينا على ألمانيا، بس تخيل لو كنتوا انتوا ببلدكم وحابين تتعلموا مثلا اللغة، انتوا جا عبالكم تعلموا اللغة الألمانية، فحتتعلموها ليه؟ لأنه انتوا جا عبالكم. بس نحن هلأ هون ولازم نحاول نتعلم اللغة عن طريق شيء يحسسنا انه نحن مبسوطين بتعلم هي اللغة وما يضيق خلقنا. من الأسباب اللي بتخليكم تنعسوا ويضيق خلقكم انتوا ما عم تعملكم أبدا متعة بالدراسة. فلازم دائما تدوروا على طرق. يعني هي الطريقة ما لها فعالة معي أو فعالة لوقت معين، خلص مفعولة، بروح بدور على مفعول تاني. هذا التطبيق مثلا وقفت معه لمرحلة أنا داخل منه، بتركه بنتقل لتطبيق تاني. وهيك أنتوا بتتموا عم بتغيروا عم بتبدلوا بين التطبيقات لحتى تحسوا في تجديد للغة، لحتى تحسوا حالكم انه انا عم جرب شيء جديد. وكل مرة مثلا عم تتعلموا شغلة من تطبيق جديد، او مثلا مثل الكتب، التنوع بالكتب كمان ممكن يجيب لكم نتيجة. مثلا هذا الكتاب فيه شغلات الكتب الثانية ما لها موجودة هي الشغلات. فالتنوع دائما مفيد لتعلم اللغة. فأنا بصراحة التطبيق مالي منزلته، بس دورت عنه وقريت عنه ولقيته ممكن يفيدكم. حتى قريت التعليقات العالم عنه شو كاتبة. بصراحة أغلبهم عم بينصحوا فيه، وأغلبهم عجبهم الطريقة إنه كيف بيصحح، وكيف إنه كل العالم اللي بهذا التطبيق إنه حبابين وبتنبسطوا أنتوا عم تتواصلوا معهم.